إنها بتحبك أوي أوي أوي، ونفسها بقى إن الكورونا تروح عشان تقدر تيجي وتشوفك وتحضنك وتبوسك كمان، مع إنها عارفة إنك أنت يعني هتزقها وتبعدها عشان خاطر موضوع الكورونا، بس برضه هي بتقول لك أنا بحبك أوي أوي أوي. إن لله وإن إليه راجعون. فجعة جديدة ضربت الوسط الفني المصري والعربي بعد وفاة الفنان الكبير حسن يوسف صباح اليوم، ليتوفى الآن الفنان القدير اللي أمتعنا بموهبته وترك بصمة في قلوب عشاق السينما والتلفزيون. رحل عن عالمنا منذ قليل الفنان مصطفى فهمي عن عمر يناهز 82 سنة، والمؤلم في الموضوع هو سبب الوفاة وإيه ردة فعل الفنان حسين فهمي لما عرف الخبر. نعاه عدد كبير من النجوم برسائل مؤثرة أبكت الجميع. ضجت مواقع التواصل الاجتماعي حزنا على رحيله، واللي كانت أبرزهم بوسي شلبي نشرت مجموعة من الصور بتجمعها بالراحل مصطفى فهمي من آخر لقاء كانوا فيه مع بعض، ونعته على حسابها الرسمي انستجرام وقالت: يا وجع القلب، آخر لقاء مع الغالي مصطفى فهمي، إنسان بكل معاني الكلمة، هتوحشنا يا مصطفى يا أطيب خلق الله. وأكد الفنان أشرف زكي نقيب المهنة التمثيلية على خبر وفاة الفنان مصطفى فهمي، وأعلن كمان عن سبب وفاته وهو تدهور حالته الصحية في الفترة الأخيرة، وتم نقله للمستشفى، وبعد ما استرد صحته تدهورت حالته أكتر وأكتر وأدت لوفاته بسبب أمراض الشيخوخة. واللي كتير ما يعرفوش عن مصطفى فهمي ورحلته في عالم الفن، بدأت مسيرته الفنية من أكتر من 40 سنة، عرف الجمهور من خلال العديد من الأعمال السينمائية والدرامية اللي أصبح بعضها من علامات الفن المصري. ياريت كلنا ندعيله بالرحمة والمغفرة ويصبر أهله ويرزقهم الصبر والسلوان.